وصلت أحداث الأزمة والصراع في سوريا عامة والمنطقة الكردية خاصة ذروتها من التصعيد والمواجهة والشد والجذب على الصعيدين الخارجي والداخلي، ومع تفاقم الأزمة الإنسانية التي وصلت إلى حدود الكارثة والإبادة البشرية وتدخل أطراف دولية في الصراع الذي بدأ كثورة داخلية تهدف للإصلاح والتغيير لتتفاقم نتيجة تدخل أطراف دولية فيها منذ البداية، وكذلك سوء إدارتها الداخلية من قبل النظام السياسي السوري نفسه، مما حرفه في نهاية المطاف لتهدف إلى تغيير النظام بأكمله، ومع بروز قوى وتيارات متشددة تهدد السلم الأهلي ووحدة سوريا وتقتل الشعب السوري على الهوية. بالنسبة للوضع السوري بشكل عام أن يتجه نحو سوريا ديمقراطية تعددية برلمانية لا مركزية تكون فيها فيدراليات، والفيدرالية بالنسبة للأكراد للشعب الكردي، لأنه الوضع لم يعد يحتمل أن يعيش الشعب السوري في ظل دولة مركزية بدون فيدراليات بسبب ما فعله النظام من مجازر وقتل، حيث أن السنة والشيعة العلويين أصبحوا أعداء يتقاتلون فيما بينهم على الهوية، وأيضا الشعب الكردي أصبح داعش والمتطرفون يقتلونهم على الهوية، وكذلك بالنسبة للمسيحيين والدروز. أما بالنسبة للحل الأمثل للوضع الكردي فنحن نمر بمرحلة حساسة، وهذا يتطلب منا ومن كل الأحزاب بالأخص أن تضع حساباتها الحزبية جانبا وأن تتجه نحو القضية المصلحة العامة للشعب الكردي، وأن يتحدوا ويفعلوا إدارة ذاتية ديمقراطية تخدم مصالح الشعب الكردي بعيدا عن المصالح والأجندات الحزبية، لأن ما تتعرض له كردستان سوريا من هجمات من قبل المتطرفين والدواعش، وأيضا ما يحاكه الحكومة التركية ضد مصلحة الشعب الكردي يتطلب من الجهات السياسية والأحزاب السياسية بمجالسها وأيضا حتى المثقفين والشباب الكرد أن يتحدوا لصد هجمات الداعش وإفشال المخطط التركي، المخطط الذي يهدف إلى احتلال المنطقة الكردية، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، إلا أن الشيء الذي نتفائل فيه تقاطع المصالح الغربية مع المصلحة الكردية شيء إيجابي لنا ويجب أن نقتنصه. فقد نتج عن ذلك التصعيد في الأزمة السورية حتى الآن فناء ما يزيد عن 150 ألف إنسان حسب إحصائيات هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ودمار حضارة إنسانية عظيمة موغلة في عمق التاريخ البشري والإنساني، ووطن لا يمكن تعويض مكانته ولا نهضته الإنسانية والتنموية. كما تشرد نتيجة لذلك الصراع الملايين من الناس وخسارة المليارات من الثروات والممتلكات، بل وتسبب الأزمة والصراع في سوريا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية وتأثيرها على دول الجوار. هذا إذا أضفنا إلى ذلك امتداد تأثير التصعيد العسكري المباشر للأزمة إلى الداخل اللبناني والتركي والعراقي والأردني، وربما تمتد الأزمة لتغطي معظم دول الشرق الأوسط. المستقبل لسوريا وحدة الأراضي السورية، تحقيق الكونفدرالية الديمقراطية في سوريا خاصة في الجزيرة، مشاركة جميع الفئات من السجن الاجتماعي لسوريا، وعدم رفض الآخر والتقبل الديمقراطية السياسية الكاملة، ونبذ الفرقة والتباعد بين شعب سوريا، وأن سوريا مستعدة لوحدتها الوطنية خاصة بأحزابها الوطنية والتقدمية لدحر أعداء سوريا من إسرائيليين وجراثيمها داعش وما تفرع من داعش بما يسمى جبهة النصر. كل التفرعات اللي خلقتها المخابرات الأمريكية عن طريق إسرائيل، وأمريكا هي لعبة في إسرائيل، وأوروبا هي لعبة في إسرائيل، ونحن بدنا همنا الأساسي الأمان في سوريا والعودة إلى أفضل ما كانت عليه سوريا، ومطلب العام لكل جماهيرنا في سوريا تحقيق الديمقراطية والكونفدرالية الديمقراطية في المنطقة وتسيير الأمور ذاتيا وعدم الانفصال عن الدولة المركزية. وتتزايد الأسئلة حول النهاية المتوقعة للأزمة السورية، حيث يرى الكثير بأن الحل الأمثل لسوريا المستقبل يكمن في بناء نظام سياسي لا مركزي تعددي يشارك فيه جميع مكونات المجتمع السوري. وزان ولو، راديو دنجة زلال.